ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم طبعا لتاني مره. كنت عملت لكم قبل كده التوميه، طبعا عجبت الولاد جدا. كنت عامله بجرب على كميه قليله، طلعت تحفه بصراحه. فالمره دي هزود الكميه. حطيت كوبايتين ميه، احط عليهم معلقتين نشا من بتاعه الاكل الكبيره دي، واروح بيهم على النار بقى ادوبهم لحد ما يتقل. اهو يا بنات رفعته على النار، وافضل احرك فيه كده على نار متوسطه زي ما انتم شايفين اهو. النار مش عاليه قوي، هحرك فيه كده لحد ما ايه، ما القوام يتقل معانا. وبعد كده نعمل الخطوه التانية. اهو يا بنات رفعتها من على البوتاجاز، وديكوا شايفين قوامها اهو. هسيبها بقى لما تبرد خالص، واروح بقى اقشر 4 فصوص توم وادقهم كويس وارجع لكم تاني. هنا بقى يا بنات جبت كبده شرايح، حطيت عليها فصين توم كده بفلفل اخضر دقتهم، وشويه كزبره، وهحط شويه ملح طبعا مش كتير عشان الكبده انتوا عارفين بتحيق بسرعه، شويه فلفل اسود عشان الزفاره، وليمونه حلوه كده نعصرها عليها. وطبعا هنحط شويه خل، واقلبها كلها بقى واسيبها حوالي ساعه في التلاجة لحد ما اجي ايه اقليها. وهعمل بقى شويه سجق كده ببصل وطماطم وفلفل. نويت اعمل لهم سندوتشات بدل اللي بيجيبوها من الشارع، قلت اعملها لهم في البيت. فعلى ما التوميه تبرد اكون انا عملت السندوتشات. وادي سنه الخل يا جماعه. هقلبها بقى واسيبها ايه في التلاجة حوالي ساعه لحد ما اخلص السجق واقليها. هنا بقى يا بنات جبت الخلاط بتاعي، وهنزل بالميه بالنشا اللي احنا عملناها سوا بعد ما بردت خالص اهي، وجمدت زي ما انتم شايفين. هنزل بيها كده، وهحط لها بقى حوالي 4 فصوص توم كده او 3 نكون دقينهم، مش كتير طبعا. وانا بدق للكبده شلت لها قبل ما احط الفلفل، شلت كام فص توم اهو مطحونين، هنزل بيهم. وهننزل بحوالي ليمونتين عشان نكتر. المره اللي فاتت كترنا الليمون كانت مززه قوي، فهنحط بس ليمونتين نعصرهم كويس. عصرت الليمون اهو يا بنات. هحط بقى معلقه شاي سكر، ومعلقه زيهم بس خل، او ممكن معلقه اكل كبيره، بس هون عشان طبعا ايه استخدمت فيه معلقه. وهنزل بيهم بقى في الخلاط بتاعنا، واكون محضره الزيت عشان انزل بيه بسرسوب خفيف اهو يا بنات. هنزل عليها تاني بسنه ملح اهو، مش كتير طبعا، ونضرب ضربه كمان. بصوا يا بنات انا حسيتها ان هي لسه عايزه ليمون تاني، فعصرت واحده كمان اهو. وبرده هرفعها على الخلاط، وانزل بسرسوب الزيت بتاعنا زي ما قلنا حوالي ربع كوبايه زيت مش اكتر يعني. يا بنات بعد ما خلصتها بحطها بقى في التلاجة بألف هنا والشفا. هنا بقى يا بنات قطعت بصلتين زي ما انتم شايفين كده، وحطيت معلقه سمنه. هسيبها بقى تدبل مع نفسها، واروح اقطع قرن فلفل رومي وواحد حامي. وطبعا لو عندك فلفل الوان قطعي، بس انا طبعا مش عندي. هقطع واحد رومي وواحد حراق على ما البصله تدبل وارجع لكم تاني. يا بنات البصله بعد ما دبلت معانا كده اصفرت شويه، هروح بقى نازله بالفلفل الرومي والفلفل الحراق اللي انا قطعته يدبل معاهم. شوحه كده تشويحتين لحد ما يدبل خالص كده اهو. طبعا انا مقطعه طماطميتين برده زي السلطه كده قطع صغيره في طبق، هنستخدمهم ونحطهم بعد الفلفل.
لما الفلفل يدبل شويه مع البصل. اهو يا بنات بعد ما شوحت البصل وريحته، الفلفل قصدي، وريحته طلعت، هنزل بقى بالطماطميتين بتحمي قوي، واحط لهم بقى ملح وفلفل اسود وكزبره، واغطيها واسيبها ايه لما الطماطم تتسبك شويه، وبعد كده نحط السجق. اهو يا بنات الفلفل الاسود، هحط قدهم كزبره، ونحط بقى شويه ملح واسيبها بقى تتسبك. اهو يا جماعه، سيبها بقى تتسبك لحد ما القوطه تتسبك خالص وتدخن معايا، وبعد كده ننزل بالسجق. زي ما انتم شايفين يا جماعه الطماطم دبلت اهي مع البصل. ننزل بقى بالسجق بتاعي سليم زي ما هو، مش هقطعه عشان اعرف اعمله سندوتشات ما يتبهدلش مني وما يفكش. اقلبه تقليبه كده مع البصله، واوطي عليه بقى واسيبه يستوي مع البصل والفلفل، ويتشرب من التوابل وطعم الخضار. اوطي عليه واسيب حوالي ربع ساعه بالظبط واطفي عليه. هنا بقى يا بنات الكبده خلاص كانت اتبلت كويس قوي. هاجي بقى اقليها. خلطت شويه دقيق برده ناعمه، عشان الرده لوحدها بتفصل وتعمل قشره، فانا بخلط الدقيق مع الرده. هبتدي بقى اتبل الكبده في الدقيق والرده، وحاطه الزيت على النار اهو زي ما انتم شايفين كده، واقليها اهو يا جماعه. اهو يا بنات، غلفها كلها كده بالدقيق والرده وانزل بيها في الزيت. لما يسخن الزيت هنزل بيها في الزيت معاكم واوريكم. هنزل بقى بيها في الزيت زي ما انتم شايفين اهو، ونفضها كويس عشان ما يبقاش فيها اي بواقي تحرق لنا الزيت. هكمل بقى باقي الكميه وارجع لكم تاني. وهو يا بنات بعد ما قليت الكبده، شايفين لونها ذهبي وجميل ازاي. خلاص بقى. والتوميه اكتشفت بقى يا بنات ان التوميه كل ما تسيبيها في التلاجة كل ما يبقى قوامها زي بره بالظبط، وطعمها بيبقى تحفه. فانصحكم ان انتوا تعملوها من قبلها بساعتين 3 وحطوها في التلاجة. ما تنسونيش بقى بدعواتكم الحلوه، ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.